السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا ريت نسمي ونصلي ونبارك على رسول الله ونبدأ اكلتنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتسموا وتصلوا على رسول الله ونبدأ بسم الله. النهاردة هعمل صينية وراك سريعة، مش هتاخد منك 10 دقايق. هتقومي لو عملتيها من بالليل الوراك الجميلة بتاعتك او فرختك او ايا كان نوع اللحمة من الفراخ يعني بتعمليها، هتقدري ان انتي تتبليها بالتتبيله الحلوه دي. انا عندي هنا عشان احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله 5 افراد، فانا جبت هنا 5 وراك. دعكتهم حلو جدا بالملح، الخل لا الخل بيزفر. عملتهم بالملح ونقعتهم بالليمون وخليتهم زي عايزه تحطي سنه جنزبيل مفيش اي مشكله. طب تتبيلتك ايه يا لوكا؟ تتبيلتي بسيطه جدا، مثلا بصلتين 3، عايزه تحطي معاها جزرايه حطي، وطماطمايه حلوه كده. بهاراتي بقى قلب الحبهان او حبهان مطحون، شويه جوز الطيب، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كزبره، كاري، كركم. وهتخلطي كل ده وهتنزلي بيها التتبيله الحلوه دي بس كده، وهنرصها في الصينيه بسهوله. كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها، البصلايه مع الطماطمايه او بصلتين كبار مع كل البهارات اللي انا حطيتها. عايزه تحطي بقى 7 بهارات، عايزه تحطي اي حاجه تيجي على بالك. البهارات دي حاجه يعني انت اللي تفضليها، وانت بتحبي الطعم بتاع الفراخ اللي انت بتاكلها يطلع ازاي. انا قلت لك الفكره. هتفضل بقى بايته كده في التتبيله لغايه الصبح، وهرصها الصبح في الصينيه وادخلها الفرن. بس انا كده خلصت اكلتي. تعملي بقى جنبها ايا كان شويه ملوخيه، شويه تعملي صينيه بطاطس، عايز تعملي مكرونه اللي انتي عايزاه. وتابعيني لغايه ما تطلع من وهدخل الصينيه بتاعتي الفرن. رصيتها اهي بايته بقى في التتبيله، وهتلاقيها دايبه وطعمها تحفه. هندخلها الفرن وهنشوفها اول ما هتطلع. ودي طلعنا الصينيه من الفرن. بصي التحفه، ما شاء الله ما شاء الله. الصوص اللي فيها ده طعمه يجنن، ممكن تحطيه على الرز وتحطيه على المكرونه. وصفة ولادك هيحبوها، تعتمديها، سهلة سريعة، تشرفك قدام الضيوف. صينية بقى سواء فرخة كاملة، وراك، اي جزء بتحبيه من الفراخ هتعمليه بالتتبيلة دي. بألف هنا وبألف شفا.